السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في قناه نجاح. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا شيوه خفيفه ولا غديوه اللي بغيتو تسميوها، وبغيتو تحضروها في الغداء كتحضروها، بغيتو العشاء كذلك. كتجي خفيفه وبنينه وسهله في التحضير، كتوجد في يعني دغيا، ما كتاخذش منا وقت كثير، وايضا المكونات اللي فيها بسيطه وسهله ومتواجده في جميع البيوت ديالنا. بغيت نقول مرحبا للناس جداد اللي انضموا ليا، ومرحبا بالناس القدام الدار داركم. كنتمنى يعجبكم فيديو ديال اليوم ويرقكم وتطبقوه في البيوت ديالكم بالطريقه اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو. هذا راه كيجي لذيذ وسهل في التحضير وما كياخذش وقت كثير. شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة، وما تنسوش دائما الدعم ديالكم ليا المستمر بالاشتراكات، ضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر، باش يوصلكم كل جديد، وأيضا التعليقات الطيبة اللي كتوصلني من عندكم، وما تنسوش البارطاج مع الأهل والأصدقاء ديالكم. غادي ندوزو باش نشوفوا المكونات ديال هذا الطبق هذا اللي سهل جدا، وأنا أكيد إن شاء الله غادي يعجبكم. وكيف ما كتشوفوا معايا البنات، هنا خديت واحد المقلاة اللي كبيره هكا باش غادي نحضر فيها الطبق. هنايا عندي واحد الكميه ديال اللحيمه، قطعتهم هكا طريفات. عندي المعدنوس والثومه، وعندي الزيت البلديه مخلطه مع زيت الروميه، واحد الكميه اللي قليله هكا باش غادي نشحر فيها هاد اللحيمات هادو. هاد الطبق البنات تقدروا تستعملوا فيه جميع انواع ديال الخضر، راه كيجي رائع بزاف. وتقدروا تستعملوا كمقلوبه، يعني كتجي بطريقه زوينه بزاف بالدنجال. هنا وضعت البصله اللي قطعتها كطريفات. كيف ما قلت لكم راه تقدروا ديروا مقلوبه بهذه الطريقه هذه اللي انا عطيتكم. ديروا الدنجال اللي هكا مقلي، اولا تقليوه مع القريعه هكا وكتستفوهم من تحت، كتقليو اللحم بوحدو مع وكتحيدوه تدخلوه الفران. كديروا يعني كيبقى لكم الاختيار، يعني تقدري ديري ديك اللحيمات هكا تدخليهم الفران، وداك المرق كديري فيه الخضره والروز وكتقلبي الطنجره ديالك وكتعطيك مقلوبه كتجي رائعه بزاف. هنا خديت كيف ما كتشوفوا معايا خديت لاصوص ديال الطوماط مطيشه اللي مطحونه، اللي ديجا طحنتها معكم وعندي الفيديو هنايا في القناه الا بغيتو تشوفوه. يعني هذيك لاصوص راه كتجي زوينه بزاف. هنا وضعت الملحه، وغادي نوضع ايضا العطريه اللي هي الخرقوم، القزبر، حبوب الابزار والبابريكا اولا التحميره. هادو هما المكونات اللي غادي نستعمل. تقدروا ديروا شويه ديال السمينه، شويه ديال الا بغيتو الهريسه كتبقى اختياريه حسب الذوق، واللي كتعجبو راه كيضيفها، اللي ما كتعجبوش ما كيضيفهاش. صافي غادي نشحر هاد المكونات كامله مزيان. كيف ما كتشوفوا البنات هنا بدات كتشحر العناصر كامله مع داك اللحم اللي وضعت، وغادي نضيف دابا الخضر. هنايا عندي خيزو هكا طريفات، قطعته طريفات. تقدروا تخليوه على شكل طولي ويكون هكا رقيق وطولي، كيبقى لكم الاختيار في الشكل ديال التقطاع. كتوضعوا اي نوع د الخضره بغيتو، تقدروا توضعوا الدنجال، تقدروا توضعوا جلبانه، اللوبيا حتى هي كتقطعوها صغيره. هنا وضعت البطاطا.
كيبقى لكم الاختيار اللي بغيتو في الخضر، راه كتوضعوه راه كيجي بنين هاد الطبق هذا مع الرز. صافي انا هنايا غادي نخلي الخضر ديالي غطيب، وغادي ناخذ الرز اللي غادي نرقدو هكا في الماء. غادي نرقدو في الماء واحد على واحد 5 دقائق ولا هكا، باش غادي نصفيه من داك الماء باش يتحيد منه النشا، وغادي نرجع معكم من بعد. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا راه الخضره ديالنا راه بدات تاخذ الطياب ديالها. هنا وضعت الرز اللي قلت لكم ديجا رقدته في الماء واحد 5 دقائق هكا باش كيتحيد منه داك النشا، ومن بعد كنوضعو هكا فوق الخضر ديالي هكا. صافي غادي نسد عليه ونخليه يطيب، من بعد ما غادي نمرق وغنرجع معكم من بعد. ايوا البنات هذا هو الطبق ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم ويروقكم. الا عجبكم من طبيعه الحال ما تنساوش دعموني بلي لايك والاشتراكات والتعليقات المحفزه والطيبه اللي كتوصلني من عندكم، وايضا البارطاج مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم. كنتمنى تجربوا هذا الطبق هذا في البيوت ديالكم بالطريقه اللي شاهدتوا معايا في الفيديو. ما تنسوش دائما الاستمرار في الدعم ديالكم. شكرا لكم على المشاهده والمتابعه. كنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد او وصفه جديده او طبق جديد. خليتكم على خير، السلام عليكم.